قبل ما نبدأ خليني أسألك سؤال واحد بس. عمرك سمعت إن في جدار جليدي وراه عالم تاني ما نعرفش عنه حاجة؟ أراضي خضرة، حضارات مخفية، وأماكن ممنوع أي إنسان يقرب منها. الحكاية دي اتقالت ملايين المرات تقريبا، بس محدش وقف وسأل ليه اتقالت؟ ومين اللي قالها وقاصد ينشرها؟ ومين اللي صدقها؟ والأهم، هل في أي حاجة منها حقيقية فعلاً؟ فكرة آخر العالم مش جديدة. من آلاف السنين الإنسان كان دايماً بيخاف من المجهول. في الحضارات القديمة مثلاً كانوا فاكرين عمق البحر آخره عنده وحوش. وفي العصور الوسطى الخرايط كانت بترسم حواف الأرض على إنها نهاية الحياة. كل حاجة الإنسان ما كانش فاهمها كان بيحولها لأسطورة. ومع الوقت الأسطورة اتنقلت من الورق للشاشات، وظهرت حكاية جديدة: الجدار الجليدي. كلنا عارفين طبعاً إن اللي اتقال إن القارة القطبية الجنوبية مش مجرد أرض متجمدة، لكنها سور بيمنعنا نوصل لحاجة أكبر. في ناس قالت إن الجدار ده وراه حضارات أقدم من البشر ومتطورة عننا بكتير، واتقال برضو إن ورا الجدار ده ممكن يكون في كائنات أسطورية ما نعرفش عنها حاجة. وناس قالت وراه موارد مقصود إنها تختفي عن العالم، وده حصل باتفاقيات دولية. وناس تالتة قالت ده دليل إن العالم مش زي ما اتقال لنا. بس خلينا نهدى لحظة ونرجع خطوة ورا. إيه اللي نعرفه فعلاً؟ القارة القطبية الجنوبية واحدة من أكتر الأماكن اللي اتدرست علمياً. بعثات علمية من دول متنافسة، صور أقمار صناعية. واللي كتير مننا ممكن ما يعرفوش إن في محطات أبحاث فيها بشر عايشين هناك من سنين. لو في سر ضخم مستخبي، ليه دول ملهاش علاقة ببعض موجودة في نفس المكان؟ طيب، ليه في قيود فعلاً على السفر هناك؟ الإجابة أبسط مما الناس فاكرة. الطبيعة هناك قاتلة، درجات حرارة ممكن تقتل الإنسان في دقايق بجد. أي خطأ صغير يساوي موت حقيقي. علشان كده في اتفاقيات دولية بتنظم الوجود هناك، مش بتمنعه. بس الخرافات كانت أقوى من الحقيقة، لأن الخرافات مريحة، بتديك إحساس إنك عرفت سر. بس الحقيقة بقى محتاجة تعب وبحث حقيقي وصبر علشان تقدر توصل لها. الكلام ده مش أول مرة يحصل. يعني زمان كانوا فاكرين الشمس بتلف حوالين الأرض، ولما الحقيقة ظهرت الناس رفضتها، مش علشان غلط، لكن ممكن علشان كسرت فعلا فكرة كانوا متعودين عليها. قصة الجدار الجليدي مش عن جليد أصلا، هي عن عقل الإنسان لما يحب يصدق الخرافات الغامضة أكتر من المؤكدة. السؤال الحقيقي ما يبقاش هل في حاجة ورا الجدار الجليدي. السؤال الأهم هو ليه دايماً بنحب نحس إن في حاجة مستخبية عننا؟ يمكن لأن المجهول أحياناً أمتع من الحقيقة. بس القناة دي مش جاية تبيع خوف ولا خرافات مش حقيقية. إحنا جايين نفتح الحكاية ونبص وراها بهدوء وبعقل. ودي كانت حكاية ما وراء الجدار الجليدي. ولو وصلت لحد هنا ما تنساش تدعمنا وتعمل اشتراك في القناة.